يوسف، السلام عليكم. سيدة حبيبة، تحياتي إليك. أهلا وسهلا. شكرا. تحياتي إلى الدكتور وجزاكم الله كل خير، واللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة سائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. شكرا. من فضلك أستاذة حبيبة، أريد أن أسأل الشيخ عن موضوع الزكاة. إيه طبعا، تفضلي. شكرا. متى عندما يكون واحد مدخر مبلغ من المال ويصل إلى النصاب وهي الموعد الذي يخرج فيه الزكاة في نفس الأسبوع الذي يخرج الزكاة، هو يحتاج إلى ذلك المال لكي يتم السكن، يعني مثلا السقف الدار هذيك بالمال الذي هل يخرج الزكاة ويذهب يقترض مبلغ من المال، أم يأخذ المال ذلك المحدد للزكاة ويتم به البناء وبعد يحسبه أو يخرجه، أو كيف يعني تكون طريقة استخراجه؟ كان الحول حال عليه، بمعنى مر عليه الحول في نفس الأسبوع الذي سيخرج ذلك النصاب للزكاة، يكون محتاج إلى ذلك المال لكي يتم المسكن تاعو، يعني لازم يكون مبلغ كبير لكي يستطيع أن مثلا يسقف ذلك البيت. السقف يأخذ مال كثير يعني مر عليه سنة كاملة. مر الحول وفي نفس الأسبوع الذي سيخرج ذلك الزكاة، يعني يحتاج إلى ذلك المال لكي يتم السكن. هل يخرج زكاة أم يعني كيف يكون؟ نعم، مفهوم. فاهم. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. إن شاء الله. أم يوسف، شيخ تسأل تقول لما يكون يعني الإنسان مدخر مال وحال عليه الحول في الأسبوع الأخير، ربما نفقوه فاستعملوا يعني سقف ضالة، وش تعمل يعني زكاة تاعو من بعد زكي؟ هو إذا حال عليه الحول وجب إخراج الزكاة، يعني لو صرفته قبل الحول لا إشكال، مثلا قبل الحول بأسبوع أو أسبوعين مثلا صرفته، احتاجت إلى هذا المال وصرفته، ففي هذه الحالة إذا كان قل على النصاب لا يزكى. طبعا إذا لم يكن فرار من الزكاة، إذا لم يكن بنية التهرب من الزكاة. أما إذا كان صرفت منه قبل الحول، قبل حولان الحول صرفت منه وبقي نصاب، فتخرج الذي بقي ويعفى عن ذلك الذي صرفته. أما هنا الآن في سؤالها قالت بأنه حال الحول، ولكن في الأسبوع الذي تخرج فيه الزكاة، بمعنى لما حال الحول أرادت في ذلك الأسبوع تخرج زكاة مالها، احتاجت إلى المال هذا، فنقول لها في هذه الحالة هذا مال ليس ملك لك أنت، هذا المال مقدار الزكاة صار ملكا للفقراء، لأنه مجرد حال عليه الحول، هو نصاب حال عليه الحول، فإنه يصير مال فقراء ليس مالك أنت. فلا يجوز الآن التصرف في مال الغير، هذا لأنه الآن حال الحول، يعني وجبت فيه الزكاة، خطبت شرعا بإخراج الزكاة، فيجب عليك إخراج هذه الزكاة. ولا تتصرفي في هذا المال، مال الفقراء، يعني المقدار هذا الذي واجب عليك هذا ليس مالك أنت، صار مال الفقراء. نعم. شيخ، هنا كمان يسأل الإنسان يداين الإنسان ما داين مال ويعني يعني فاق النصاب، وهل يزكيه وهو عند ناس مسلفه؟ نعم، هو أسلف المال لإنسان وبعد ذلك هو أكثر من النصاب هكذا، وحال عليه الحول، هل يخرج زكاته الإنسان أم لا؟ لا، هو في هذه الحالة لا نخرج زكاته إلا إذا استلمناه. إذا استلمناه نخرجه لعام واحد، ولو بقي عنده 5 سنوات 6 سنوات مثلا. هو لم مجرد سلمه إياي أنا أخرج زكاته في نفس اليوم الذي سلمني إياه، أخرجه لعام واحد ليس للسنوات التي بقيت عنده. فبالتالي هذا ما قاله العلماء في زكاة الدين. أنا أسلفت مال لفلان بين الناس، فمثلا حال الحول هل أحسبه من الزكاة أم لا؟ الجواب أننا لا نحسبه من الزكاة، لا يحسب من الزكاة ولا يزكى حتى أستلمه منه فأزكيه لعام واحد. إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا المال جاهز عنده، هو قال لي الدين هذا جاهز تعال خذه مثلا، أو قال سآتيك به، فأنا قلت له لا تأتيني به، اتركه عندك مثلا كأنني تركته عنده وديعة، هنا أخاطب بإخراج الزكاة، لأني أنا لما هو المال جاهز ويريد أن يسدده لي، وأنا قلت له لا تعطيني هذا المال، اتركه عندك، بمعنى كأنه وديعة أمانة عنده، فهذا يخرج زكاته. أما في حالة كان صاحب الدين هذا الإنسان الذي أسلف أموره معسرة أو محتاج لهذا المال ولم يستطع رفضه، في هذه الحالة عندما أستلمه منه أخرجه لعام واحد. بارك الله فيك.